احنا بنعاني سيادة النائب من مسألة ترهل النظام الضريبي في مصر ومسألة يعني الاستحقاقات الضريبية وخلافه. ايه الضمانة عندما يخرج هذا القانون للنور ان يتم تطبيقه كما ينبغي ان يكون؟ اقول لحضرتك احنا عندنا حاجه اداره ضريبيه ضريبه على المبيعات فيها 25,000 مأمور ضرايب خدوا خبره كبيره خلال 25 سنه على تحصيل ضريبه المبيعات. النهارده بيحصلوا ضريبه على القيمه المضافه. في حاجات عارفينها كويس قوي، في حاجات لسه هيتمرنوا عليها، في مشاكل هتقابلهم هيواجهوها ويحلوها مع استمرار برامج التدريب ورفع كفاءه الاداره الضريبيه. اتصور ان هم هيقدروا حتى يتجاوزوا الحصيله المتوقعه اللي هي زياده عن اللي موجود دلوقتي. احنا حاليا بنحصل من ضريبه المبيعات 120 مليار، اعتقد يقدروا يوصلوا الى 35 مليار اضافيه اللي بنتكلم عليها. النقطه الثانيه ونقطه مهمه جدا عايز اوضحها للساده المستمعين، انه اصلاح المنظومه الضريبيه ليس فقط قيمه مضافه، ولكن لسه في عندنا قانون التصالح الضريبي مفضل المنازعات الضريبيه، لسه في قانون الضريبه على المشروعات الصغيره. اصحاب المشروعات الصغيره ياما طالبوا بقانون ضرائب بسيط مبسط يقدروا يفهموه ويقدروا يدفعوا ضريبه بسيطه تتناسب مع مشروعاتهم الصغيره. لسه في ضريبه على تصرفات الارباح الراسماليه، لسه بندعم نظام الضرائب التصاعديه. الحقيقه المنظومه الضريبيه قدامها لسه مشوار عشان نقدر نرفع كفاءتها، ولكن اتصور انه اولى الخطوات يبقى في عندنا زي 150 دوله متقدمه الضريبه على القيمه المضافه. زائد طبعا حاجه مهمه، في بعض الاحيان التجار اول ما بنقول ضريبه يبص تلاقي رفعوا الاسعار. عشان كده خدنا يعني تعهد واضح من رئيس الحكومه ان تعاون وزاره الماليه مع وزاره الداخليه مع وزاره التنميه المحليه مع اجهزه حمايه المستهلك مع الاجهزه الرقابيه المختلفه لوضع اليات ضبط الاسعار. والحقيقه دي نقطه في منتهى الاهميه للاسعار. الحقيقه حضرتك اثرت نقطه في منتهى الاهميه. ليه؟ لان احنا